السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ معاكم مهندس محمد هشام من قناة اركتكت محمد هشام. ان شاء الله في الفيديو ده احنا هنعمل عملية اظهار للفيلا دي. طب يا شباب، مبدئيا الفيلا دي مش انا اللي مصممها، ده مجرد موديل انا جايبه من على 3D Warehouse. عملت فيه شوية تعديلات بسيطة عشان بس يوائم من الفكرة اللي انا عايز اعملها، مش اكتر. زي ما انتم شايفين يا شباب، انا عدلت بس في الموديل ان انا عملت يبقى في قاعدة هنا اهو جنب البول نازلة لتحت من المستوى الارض، وهنا في الجنينة، وده الموديل بتاعي. طيب احنا ليه منولينه بالالوان دي كلها؟ عشان احنا بس عايزين ندي كتلة لأي ماتيريال، بحيث ان احنا لما ندخلها اللوميوم نعرف نظبط الماتيريال بتاعتها زي ما احنا عايزين. يلا بينا نروح على اللوميوم. اول حاجة هنعملها ان احنا هنشغل البلجن بتاع اللايف سينك اللي هو بتاع اللوميوم، بحيث ان انا لو عوزت اعدل اي حاجة في الموديل اعدل عليها ويعمل امبورت تاني في اللوميوم، فتعدل على طول بسرعة. تمام يا شباب، هنا كده اول ما عملت لايف سينك للموديل بتاعي هلاحظ ان هو دخل عندي في اللوميوم. طيب انا هعمل ايه؟ اول حاجة هجيب على علامة السهم اللي نازل لتحت كده وهدوس اسك. بعد كده اروح عند سيلكت، هاجي عند النقطة بتاعتي واتأكد ان انا اعمل موف اب عشان ارفع الموديل بتاعي لفوق، بحيث ان هو الماتيريال اللي عندي وكل حاجة تبان كده. تمام. طيب زي ما انتم شايفين يا شباب، الموديل بتاعي اهو دخل عادي جدا، مفيش اي مشاكل خالص، والماتيريال اللي انا اديتها في السكتش اب هي اللي موجودة دلوقتي. دلوقتي احنا هنبدأ مرحلة ضبط الماتيريال، واللي احنا نختار الماتيريال اللي هنستخدمها في الموديل. فأول حاجة تعالوا نبدأ مثلا باللاندسكيب ده، فأروح عند علامة الماتيريالز اللي هي الأيقونة بتاعتها جردل مدلوق، وهختار مثلا الحتة اللي فيها العشب بتاعي أعمل عليها سيلكت، وهختار اللي أنا عندي الجزء ده بره، وهختار 3D جريس، واختار مثلا ده. زي ما انتم شايفين كده نزل. طبعا احنا ممكن نلعب فيه شوية بحيث ان هو ما يبقاش يعني طالع مثلا كده لبره او حاجة. ممكن ان احنا نظبط بس الكولر بتاعه، نخليه افتح شوية بدل ما يكون اخضر قوي. هنا ممكن نلعب في الطول بتاع العشب بتاعي، يعني لو شكلنا يا شباب كده، هنا بصينا في الجريس لينس، لو زودناه هنلاقي ان هو طويل كده. انا شايف ان ده مناسب، الطول ده كده مناسب. بعد كده ممكن نلعب في الجريس سايز، حجم العشب بتاعي قد ايه، فاحنا ممكن نصغره كده بحيث ان هو يبقى مناسب. بعد كده نلعب في الماب سكيل بتاعته. انا شايف ان كده مناسب برضو. هنا هنحتاج نرفع الموديل بتاعنا تاني، نعمل اوك ونروح عند الموف اب. تمام، وهنرفع لفوق عشان الحتة اللي عندي دي كده كانت مختفية. تمام يا شباب، كده احنا ظبطنا العشب بتاعنا اللي هنا. نرجع تاني للماتيريال، ممكن نروح للخشب اللي حوالين حمام السباحة. ممكن نعمل اوت دور، نختار الوود، عايزين نختار الاستريبات اللي هي زي كده. مظبوط. تمام، انا شايف ان دي مناسب. ممكن نروح للماتيريال اللي هي حوالين السباحة، نعمل اوت دور، نعمل مثلا نشوف الستون، بس لا بلاش. ممكن نعمل اندور ونخش على التايلز تابلتات، ونختار مثلا حاجة زي كده. خلاص، ممكن نختار اللي احنا اخترناها دي، بس نلعب في السكيل بتاعها، نكبرها شوية. تمام، ممكن كده.
تمام، دلوقتي احنا ظبطنا الجزء بتاع حمام السباحة والجزء اللي فيه الأعشاب اللي بره. عايزين دلوقتي نظبط الكتلة ذات نفسها بتاعتنا تمام، عشان الموضوع ما ياخدش وقت مننا يا شباب، انا هسرع الحتة دي لغاية لما استقر على ماتيريال معينة واجيلكم. تمام يا شباب، احنا استقرينا على ان احنا هنعمل يعني الكتلة بتاعتنا من بره هتبقى دهانات. هما اللونين بس، عندنا دهان لونه اسود ودهان لونه ابيض. يعني جينا لو ركزنا كده هنلاقي الحيطة باينة اهي بالتعريج بتاعتها، وهنا نفس الفكرة. يعني عايزين الحتة يكون فيها الشمس ضاربة بحيث إنها تورينا زي ما انتم شايفين كده التفاصيل دي كده. تمام كده، احنا خلصنا الجزء بتاع الموديل ذات نفسه. عايزين دلوقتي نظبط الإزاز بتاعنا. مثلا الإزاز ده احنا عايزينه ما يبقاش عاكس قوي، فهنقلل إن هو يبقى عاكس، وفي نفس الوقت مش عايزينه يبقى شفاف قوي. فمتهيألي إن احنا ممكن نخليه ثانية. احنا لو خلينا كده هيعكس السما، مش عايزينه يعكس السما بنسبة كبيرة. بس خليها متهيألي كده مظبوط، وممكن لما نوصل لمرحلة الريندر هنبقى نشوف شكله أكتر. نيجي للمديولز بتاعت أو الجزء المعدن اللي حوالين الإزاز. هنروح عند الاندور ونروح على ميتال، نروح عند تالت صفحة نختار ميتال بولي ميتال هنا دي. تمام، كنا نختارها. تمام، نفس فكرة الإزاز اللي هنا هو الإزاز اللي موجود معايا، فهو واحد. طيب عايزين نبدأ بقى في المرحلة بتاعت ناخد الأرضية اللي هنا. متهيألي كده احنا ظبطنا الماتيريال. وطبعا لما نبتدي في مرحلة الريندر هنلاقي حاجات هتعوز تتعدل، هنلاقي حاجات هنعوز نغيرها، فلسه دي مش المرحلة الأخيرة بالنسبة للماتيريال. تمام، احنا ممكن نخليها هنا كده لغاية لما نحط البلوكات بتاعتنا. هنا هيبقى فيه تلفزيون وهيبقى فيه قاعدة خارجية في الجزء ده. نبتدي بقى في الجزء اللي هو في اللاندسكيب شوية.
بما ان احنا هناخد نظبط بس الشوت بتاعنا عشان نعرف على اساسه هنحط الشجر فين، فهنروح لفوتو ونبتدي نظبط الزاوية اللي احنا عايزين ناخد بيها الشوت بتاعنا. فانا مثلا انا عايز اخد زاوية وانا هنا، بس نطلع فوق شوية. انا عايز اخد كده، نقطع كده. هو ده المستوى اللي احنا هنقعد ممكن ننزل كده نبقى واقفين فيه. تمام، هو ده الشغل. طيب احنا هنعوز نحط هنا شجر وهنعوز نحط هنا شجر، بحيث ان الدنيا عندي ما تبقاش مفتوحة كده، فما تبانش ان هي شكلها طبيعي او واقعي. تمام يا شباب، بعد ما ظبطت الجو العام او الاشجار والحاجه اللي هتبقى حوالين الموديل بتاعي، دلوقتي هتيجي مرحله ان احنا نظبط السيتنج بتاعه الريندر بتاعتنا او نختار الستايل المناسب للمشروع بتاعنا. فدلوقتي هنبدا ان احنا ندوس مثلا كاستم ستايل وهنشوف رياليستيك هيبقى شكله عامل ازاي. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين كده ده كده الرياليستيك. طيب قبل ما نظبط اي حاجه في في السيتنج، يعني انا هاخد تيست ريندر للصورة عشان اشوف بعد ما اعمل الافكتات او الستايل بتاعي هتكون احسن ولا ان انا اسيب اسيبها في الديفولت بتاعتي. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين دي الصورة بتاعتنا. طيب انا شايف ان الأعشاب او الجزء اللي فيه الجرين وكده مظبوط. ممكن بس الحاجة اللي هنعوز ان احنا نغيرها ان احنا نظبط الازاز تاني، نخليه مثلا شفاف اكتر من كده، بحيث او نخليه برضو يعكس بحيث ان هو يبقى مدي افكت واقعي اكتر. آه شايف كل حاجة تانية مظبوطة. نعدل الحاجات دي ونرندر تاني. هنروح عند البيلد بتاعنا ونروح عند الماتيريال ونختار الازاز، هنزود فيه ان هو يبقى يعكس، يبقى السطح بتاعه عاكس شوية. دلوقتي ممكن نروح نشوف الرندر هيبقى عامل ازاي. هنرندرنا، شايفين يا شباب ابتدى ان هو يبقى عاكس شوية، ولكن احنا عايزينه يبقى اكتر من كده. فاحنا ممكن نروح هنا نعمل قللنا ان هو الترانسفيرستي بتاعته ان هي تبقى ان هو يبقى شفاف، يبين ايه اللي جوه يعني. تعالوا نشوف كده هيبقى في الرندر شكله عامل ازاي. انا شايفه من هنا كده ممكن نقلل شوية ان هو يبقى شفاف وان هو يبقى عكس. فممكن نروح تاني نقلل شوية وننور.
تمام، متهيألي كده احنا ممكن نعمل تيست ريندر ونشوف. طيب اللي على الشمال دي القديمة، اللي على الشمال دي القديمة، ودي بعد ما ظبطنا شوية في الإزاز يعني ركزنا. متهيألي كده أحسن، اللي على اليمين أحسن. متهيألي برضو إن احنا هنعوز نظبط المية، ممكن إن هو يبقى أخضر كده، أو ممكن يكون بسبب الإفكت بتاعنا. فتعالوا نبدأ في مرحلة اللي احنا نظبط الستايل بتاعنا أو الإفكت بتاعنا، وبعد كده نشوف. فهنشوف في الريل سكاي. هسيب السما اللي هو مختارها لي، ممكن بس ألعب في فكرة اللي هي هتبقى الشمس جاية منين. ألفها شوية. ممكن لأ، ممكن أخلي الشمس تبقى ضاربة في الكتلة بتاعتي كده. تمام، أنا شايف إن ده مناسب. ممكن أقلل شوية السطوع بتاع السما. تمام، ممكن نخش على الإكسبوجر ونقلله شوية. color correction احنا ممكن نخلي التمبريتشر، نخليها تبقى مايلة ناحية إن هي تبقى جو أصفر شوية. يعني احنا لو ركزنا إن احنا لو جبناها على الشمال هنلاقي الدنيا بتبقى لبني أكتر، ولو جبناها ناحية اليمين هنلاقي إن الدنيا بتصفر أكتر. فاحنا ممكن نجيبها ناحية إن هي تبقى مصفرة أكتر. التلت هنخليه طبعا يخش شمال، بحيث إن الحاجات اللي هي باللون الأخضر عندي تتشبع أكتر. الساتوريشن هنزوده سيكة بسيطة، بحيث إن الألوان تبقى مشبعة. وزودت الكونتراست شوية. تمام، نيجي للرفليكشن. الرفليكشن هنشوف الأسطح اللي هي المفروض هتعكس، فالإزاز هيبقى عندي عاكس. كل الإزاز اللي في المشروع بتاعي، حتى اللي هنا، حتى اللي هنا كده، وهنا كده. ممكن نخلي الخشب اللي هنا ده برضو عاكس. هالي كده تمام. الشادو هنخليه الترا شيب، بحيث ان هو يبقى الشكل بتاع الشادو. يعني شايفين لو كده ده هو كان نورمال، بصوا كده في شكل الشادو اللي هنا بتاع الشجر. لو خليناه مثلا الترا شيب، بص الشكل بقى محدد اكتر، بقى واضح اكتر. فهنخليه الترا شيب دلوقتي. ممكن نزود احنا افكتات من عندنا. هنروح للكاميرا، هنزود 2 بوينت برسبكتيف عشان اضمن ان الشوت بتاعي يبقى مظبوط. هنرندر، نعمل تيست ريندر ونشوف ونرجع تاني. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين ده كده اخر تيست احنا عملناه. لو ركزنا الجودة بتاعت الصورة حلوة، والعشب تمام، كل حاجة في الصورة عجباني. بس ممكن يكون اللي مش عاجبني شوية ان احنا عايزين نظهر اكتر من كده. يعني عايزين نحط مثلا حاجة في حمام السباحة، مثلا عوامة، حاجة تخلي الصورة تجذب اكتر، تجذبك اكتر. وفي نفس الوقت ممكن نظبط اللون بتاع المية، او نظبط فكرة ان هو ما يبقاش اخضر كده. والازاز ممكن برضو نخليه يبقى، ممكن بدل ما نخليه يبقى مش مبين ايه اللي جوه، ممكن نزود احنا او نقلل بس فكرة ان هو يبقى معتم قوي. تمام يا شباب، بعد ما ظبطت المية متهيألي كده خلاص ان احنا ممكن نعمل تيست ريندر اخير. بس قبل ما نعمل تيست ريندر خلاص اخير، ممكن نحط مثلا اي حاجة في المية، بحيث ان هي تبقى عليها العين اكتر وتخلي المشهد بتاعي حلو. تمام يا شباب، زي ما انتم شايفين ده كده الفاينل ريندر عندنا. انا شايف ان الصورة واقعية بشكل كبير، والافكت حلو، كل حاجة مظبوطة. يعني حتى لو عملنا زوم، بصوا قد ايه، هتلاقي ان الكواليتي بتاعت الصورة حلوة جدا، واقعية. المبنى بتاعنا برضو مظبوط، يعني مفيش حاجة ممكن الواحد يعدلها فيه.
لو عجبكم الفيديو يا ريت تدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة، ولو عوزتوا أي شرح لأي برنامج أو أي إفكتات أو أي طريقة تانية قولولي في الكومنتات هنزلها. كان معاكم مهندس محمد هشام، سلام.